يا شباب صلوا على النبي، مفيش حاجه. مفيش حاجه. بيتك يخرب بيتك. انا اسفه جدا يا فندم، ما كنتش عارفه ان حضرتك مستهدف، بس الموضوع اللي انا جاي لك فيه ما ينفعش تاجل. انا جيت قدمت في المسابقه اللي عاملاها القناه عشان تختار مذيعه، واخدت على تغيير، وفي الاخر اخدت واحده ما دخلتش اصلا المسابقه. ده اللي عشان دول القناه اصلا بس ازاي؟ بس انت ايه مفوله 95؟ يا فندم دي سكيل من السكيلز الكتيره اللي عندي. ده انا مرشح اخش يا بنتي اسكتي اسكتي. انت هتشتغلي مذيعه ازاي وانت كده؟ الناس هتفهمك ازاي؟ نخليكي تسجلي النشره وبعد كده نذيعها في البطيء؟ يا فندم احنا في عصر السرعه، انا ما اتكلمتش كده. بس شغل مفيش. شايفه القناه دي من الاخر؟ احنا قناه بنت 60 كلب، ما بنشغلش الا قرايبنا وبس. شايفه دول يبقوا مين؟ دول ولاد اختي اللي هيطلعوكي بره. يا فندم ما ينفعش كده، انا صحفيه ومذيعه مرموقه يا فندم، ما ينفعش كده. يا سميه قولي لي حاجه يا سميه بس بقى. لو مش عارف تبعته على واتساب ابعته لي على الايميل بسرعه. سميه مين دول؟ دول راحوا امبارح يعملوا تقرير عن سيد رهبه. والله تصدقي هم بجد؟ اتضربوا والحاجات اتاخدت منهم ورجعوا زي ما حضرتك شايف. برضه حته تقرير يا محترمين محدش عارف يعمله. طب اللي راحوا المستشفى الاسبوع اللي فات رجعوا ولا لسه؟ رجعوا من يومين يا فندم. طب تمام، يبقى كده في سراير فضيت، ناخد دول ونحطهم مكانهم. اوكي الاونر اتصل وعايز حضرتك تكلمه ضروري. البقسماط اللي في ايدك ده من الكيس بتاعي؟ لا والله انا جبت نص كيلو لنفسي. هاتولي القهوه بتاعتي على المكتب.